سكن في واحد الدار وبقات كتوقف عليه مرا في المنام، ومن بعد اكتشف واحد السر قديم وخطير. سليمان كان راجل في الخمسينات من عمره، وكان راجل معقول وخدام في واحد الشركه، وكان مزوج وعنده 3 ديال البنات، سميره، يسرى ونورا. فاش ماتوا والديه خدا الورث وقرر يشري العائله ديالو شي دار باش هكا يستقروا فيها. فعلا وصى واحد السمسار وشاف ليه واحد الدار في النواحي ديال المدينه فين عايش، ومشى سليمان يشوفها، وكان الدار كبيره وحتى الثمن كان معقول. استغرب سليمان من الثمن اللي طالبين فيه، خصوصا انه الدار كبيره وتستاهل كتر. فاش جاب مراته وبناته شافوها حتى هما عجبتهم الدار بزاف، وقالوا ليه غير شريها راه ما غاديش تلقاو بحالها. وفعلا شرا الدار، تكاتب مع السيد مولاها وجاب الرحيل ديالو وسكنوا فيها. البنات اختاروا واحد البيت هي اللي تكون بيتهم. المهم دوزوا النهار ناشطين وضاحكين وفرحانين حتى وصل الليل. مشاو فرشوا بلايصهم باش ينعسوا، حتى لواحد الوقيته في الليل اختهم سميره ناضت كتغوت وهي عرقانه، وكان قلبها كيضرب على الجهد. خواتاتها شعلوا الضو وبقاو كيسكتوا فيها، عيطوا على باهم وامهم حتى تهدنات شويه وقالوا لها مالك عاودي لينا اشنو طراليك. وهي تقول لهم وهي كترعد وكتبكي، قالت لهم راه وقفات عليه واحد المراه لابسه الابيض والدم هابط لها من راسها، وكانت كتنعت ليا في هذا الحيط اللي حدايا بصبعها، وما هضرت ما والو. هنا خواتاتها تخلعوا قراو على القران، قالوا لها غير كتحلمي. بقاو معها حتى داها الناس. دازت هذيك الليله على خير، ولكن النهار الثاني بالليل وقع على نفس المشكل. عاوتاني وقفات عليها نفس المراه لابسه الابيض ومضروبه في راسها والدم هابط لها من راسها، وكانت كتوريها داك الحيط بصبعها. ناضت كتغوت تاني، وهنا بقاو كيسكتوا فيها وقراو على القران ورشوا عليها الماء. في الصباح قالت الوالده والو نخرجوا من هاد الدار، راه شي حاجه ماشي طبيعيه هنايا. بقاو شادين فيها، راه هادي غير جنيه كتسلم عليك، راه غير نعستي ما موطياش، راك غير كتحلمي، راك غير مازال ما ولفتي والو. قالت لهم المهم انا الليله ما غنعاودش نعس في هذاك البيت. هنا بقى سليمان شاد فيها، قال لها صافي انا اليوم نعس تماكين ونشوف اش كاين. في الليل سليمان مشى ينعس في بلاصه بنته باش هكا يبين لها بلي ما كاين حتى حاجه، راه غير تخلعت وصافي. ولكن سميره ما خلاتوش، قالت ليه لا ما تنعسش بابا تماكين، راه والله تتخرج لك جنيه. وهنا قال لها صافي غير نوض ونشوفها، وبقى كيضحك. صافي هنايا كل واحد نعس في بلاصتو عادي، حتى واحد الوقيته بالليل وهي توقف عليه هذيك المراه نفس المواصفات اللي قالت ليه بنته، لا كانت لابسه الابيض ومضروبه في راسها وكتوري ليه الحيط بصبعها. حتى السيد ناض مقفوز من بلاصتو. تماكين عاد تيق كلام بنته سميره، فعلا كاينه شي حاجه تماكين في هذيك الدار. الصباح ناض عاود هاد الحلم لمراتو لبناتو، وهنا قالت ليه بنته سميره شتي شنو قلت لك، راه والله الا هاد الدار مسكونه، انا خايفه نبقى هنايا. وحتى مراتو وبناتو قالوا ليه والو، وتقول واش ندوزو ليله هنايا اخرى. هنا سليمان سول بنته سميره واش فاش بدلات البلاصه وقفات عليها هذيك المراه ولا لا. قالت لي لا البارح نعست عادي. هنا رجع كيدخلوا الشك، واش هذه حلمه عاديه ولا بصح كاينه شي حاجه في هذا الدار. هنا قرروا ان داك البيت ما يبقى ينعس فيه حتى واحد. سدوه وسليمان خدا الساروت وخباه، وفي الليل رجعوا كينعسوا عادي ما كيبان ليهم والو. ولكن سليمان شك باللي شي سر كاين في هذاك البيت ما مفهومش. هنا مشى سليمان عند السمسار اللي دبر ليه على هاد الدار، سولوه علاش باعها مولاه بثمن رخيص. قال له السمسار هاد السيد كان خدام في مدينه بعيده وكيجي لهاد الدار غير مره. سولوه واش كان مزوج، قال ليه كان مزوج وطلق، وهاد الشي نيت علاش باعها حيت قليل فاش كان كيجي ليها. هنا سميره بنته ما بغاش تجلس لهم في هذيك الدار حيت رجع عندها الوسواس. وسليمان هنا ماشي حيد داك الشك كاع، فكر مزيان انه ينوض يصيفط بناته ومراته عند جداتهم على قبل بنته سميره حيت نفسيتها مرضات في هذيك الدار. وفاش خوات هذيك الدار جاب واحد جوج بنايه يطيحوا هذاك الحيط اللي في هذاك البيت. البنايه بداو كيطيحوا في الحيط عادي حتى وصلوا لواحد الجهه هما يبانوا ليهم العظام، بانت لهم جمجمه وعظام ديال بنادم باين ميت تما من قديم. شافوا هذاك المنظر تخلعوا كاملين، رماو الدوسان وبقاو كيشوفوا في بعضياتهم. سليمان بقى حال فمو تخلع. قالوا ليه البنايه هادو راه عظام بنادم، راه شي حد ميت تماكين ومدفون من شحال هادي، خاصك ضروري تبلغ على هاد الشيء راه خطير. فعلا سليمان بلغ البوليس وجاو لعين المكان، داروا معاينات في الدار كامله، هزوا هذوك العظام باش دار لهم الخبره. وهنا سليمان لقى راسو في قضيه مشبكه وطلع وهبط في التحقيقات. المهم عاود لهم كل شيء، عاود لهم كيفاش شرى الدار وشكون السمسار اللي وراها ليه وشكون هو مول الدار. هنا البوليس عيطوا على السمسار باش يعرفوا مول الدار اللي كان عايش فيها من قبل شكون هو وفين هو. عطاهم المعلومات عليه،
كان سميتو شاكيب وكانت عنده 40 عام ديك الساعه، وكان ولد عائله ميسوره وخدام في واحد الشركه. مشاو جابوه حيت كان عايش في مدينه بعيده، وبداو معاه التحقيق. قالوا ليه واش انت مول الدار؟ قال لهم قالوا ليه مع من كنتي عايش؟ في الاول قال لهم انا ما عايش فيها، راه كنجي لها مره فين وفين. قالوا ليه ولكن واش هاد الدار كنتي ديجا عايش فيها؟ قال لهم كنت عايش فيها مع مرتي ولكن طلقت. ملي طلقت صافي، ملي طلقت مبقاش كنجي ليها. قالوا ليه واعطينا معلومات على الطليقه ديالك. السيد هنا اللون ديالو تبدل، بقى كيتفتف في الكلام. قال لهم انا ملي طلقتها ما عرفتش فين كاينه. قالوا ليه عطينا عنوان عائلتها حنا نتكلفوا. المهم في الاخر عطاهم العنوان فين كاينه طليقته، كانت سميتها صوفيا، وعائلتها كانوا عايشين في مدينه بعيده. فعلا مشات واحد الفرقه تما عند عائله صوفيا، لقاو غير امها، كان ديك الساعه باها ميت، وكانت عندها جوج خواتاتها وخوها مزوج عايش بوحده. المهم جلسوا مع الام ديالها، قالوا لها بنتك صوفيا فين هي؟ قالت لهم بنتي هذه عامين وهي غايبه، ما عرفناش فين مشات، وحتى راجلها عيا يقلب عليها والو، ولكن راجلها قال لينا بلي طلقها وجات عندكم. قالت ليه لا ما طلقهاش. واحد النهار جا عندنا للدار كيسول عليها، قلت ليه راه ما جاتش للدار، قلبنا حتى عينا وما لقيناهاش، وراه مشينا حطينا شكايه ديال الاختفاء في الكوميساريه. هنا البوليس عرفوا بلي شاكيب كذب عليهم، وقالوا الام ديال صوفيا ضروري خاصك تمشي معنا. فعلا مشات معاهم وتاكدوا من الشكايه اللي تحطات في الكوميساريه ديال الاختفاء ديال صوفيا في المدينه فين كانت عايشه صوفيا. هنا واجهوا ام صوفيا مع شاكيب، قالت ليه هي قلتي بنتي خرجت من الدار وما عرفتي فين مشات. قال له البوليس يجاوبها صوفيا مراتك وانت ما طلقتيهاش، غير قول راه عرفنا كل شيء. تما كاين بقى ساكت شويه، هو يبدا يبكي. قال لهم انا نقول لكم كل شيء، صافي راني كنتعذب، راه كل ليله كتوقف عليا صوفيا في المنام. قال لهم انا ما كنتش ناوي نقتلها. هنا موت صوفيا فاش سمعت انه قتلها ناضت كتغوت وتندب عندهم وغيبات، وهنا خرجوها باش يعرفوا كيفاش يكملوا التحقيق مع شاكيب. وعاود لهم القضيه من الاول. شاكيب كان مزوج بصوفيا، كانوا عايشين عادي، تزوجوا عن حب. واحد النهار وقع بيناتهم خلاف، قال لك كان بسيط ولكن تزايدوا في الهضره. هنا شاكيب صرفقها، ولكن ملي صرفقها طاحت وجات على راسها على الحافه ديال الطبله. ملي طاحت غيبات والدم بدا كينزل لها من فمها ونيفها، عيا ما يفيقها ولكن والو ما بغاش تفيق. تما كي تاكد باللي ماتت. قال ليه البوليسي وشنو وقع من بعد؟ قال لهم من بعد درت حفره في الحيط في واحد البيت ودفنتها واقفه، ورجعت قاديت هذاك الحيط ودرت ليه السيمه باش يبان بحال شكل ساريه في القنت، وحتى شي حد ما يرد ليه البال. قال ليه البوليسي وعلاش فاش طاحت ما بلغتيش؟ كنتي غتخفف على راسك حيت ماشي قتل عمد. قال لهم هذيك الوقيته خفت نتشد وما كنتش عارف شنو ندير، ومن ديك الوقيته نفسيتي مريضه، وصوفيا كتوقف عليا كل ليله، هادشي علاش بعت هاد الدار. من بعد عائله ديال صوفيا تسلموا البقايا ديال العظام ديال بنتهم باش يدفنوها، وشاكيب تعتقل وتقدم للمحكمه، ومن بعد جلسات ومرافعات تحكم بالمؤبد.